بتوقيت مثالي بالنسبة لعشاق كرة القدم في الوطن العربي، سحبت القرعة بالساعة 2 الظهر يوم الجمعة. الناس كلها معطلينات تشوف مين بده يلاعب ريال مدريد ومين هي الخصم اللي حيواجهها ريال مدريد في طريقه إلى النهائي. بس بهالمرة في شيء مختلف بهذا الفيديو. أنا حأكد لك إنه ممكن كتير ريال مدريد ما ياخذ البطولة هالسنة، ما صدقتني ما بعرف ليش، بس المهم انا حاحاول اعمل جاهدا لاني انا عندي احساس داخلي انه ريال مدريد هالسنه ما حياخذ الخامس عشر. يعني يمل من نفس النهايه، انت بتحضر نفس المسلسل كل يوم، عارفانين انه دوري الابطال ما ممكن ينشاف كل يوم كل يوم كل يوم اذا الريال بده ياخذه. لكن بعيدا عن هيك خليني احكي لك انا شو صار بالقرعه وماذا سنتحدث في هذا الفيديو. مبدئيا واحد، ريال مدريد ضد تشيلسي، مواجهه تاريخيا تصب في مصلحه تشيلسي، لكن شو راح يعمل ريال مدريد قدامها؟ اما على مستوى بايرن والسيتي فدوري الابطال اوروبا انقسم الى قسمين، قسم ايطالي حيضمن فرد من افراده في النهائي، وقسم حيكون شعاره الفوز او الموت. اما على المستوى الدوري الاوروبي فسؤال مهم جدا جدا جدا، مين فتح الاندلس يا صديقي؟ مبدئيا نبلش من ريال مدريد وتشيلسي. صدمتك ما انه تاريخيا تواجهوا هن 7 مرات، نادي تشيلسي انتصر ب4، ريال مدريد انتصر واحد، ذكرته السنه الماضيه، هذا اللي كريم بنزيما، ونتعادلوا مرتين. لكن انا شايف انه نادي تشيلسي خبره وتاريخيا بالبطوله بتشيل قيمه اساسا للتاريخ وللعراقه، لربما تصب بمواجهات الفريقين ضد تشيلسي، مع انه بكير الحسم على هذا الموضوع. ريال مدريد بهاي الاشهر تماما بفعل شخصية البطل. اما هالسنة بتوقع الوضع مختلف. ليش؟ لانه نادي تشيلسي ما صفي له شيء يخسره، نادي تشيلسي ما عنده شيء اساسا يقاتل عليه غير هي البطولة. تيد بويلي مع جراهام بوتر والارث الكروي بيتميز في نادي تشيلسي. اساسا تشيلسي انت اذا بتدور بالكتب اللي تم تأليفها من قبل نادي تشيلسي ابرزها غير جيش المعارين فن اختيار المدربين. تشيلسي عنده كتاب كيف تختار مدرب ب3 ايام يترك لك بصمه بالفريق، سواء كان مورينو، انشيلوتي، دي ماتيو، وسكولاري، وكلهم قدروا يتركوا بصمه ضمن هذا الفريق. فايش حتى يكون جراهام بوتر مميز عنهم. لهيك انا شايف انه بكير كثير ان نحسب نحن انه ريال مدريد راح يتاهل، ولو انه الموضوع يثير جمهور ريال مدريد، بيغري جمهور ريال مدريد، تحس ريال مدريد انه واخيرا اعطوني الطرف الاقوى. ايه، لانه ريال مدريد لو كان بهذاك الجنب يعني بجوز كان قلق حاليا جمهور ريال مدريد انه انا ما فيني فوز على انتر ولا بنفيكا، كيف بدي لاعب الميلان انا اساسا. اما هون تشيلسي، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، فانت يا صديقي يعني اعطيت ريال مدريد اكثر حاجه بحبها. لنشوف اذا فما حاجه ولا ما نعرفش يا صاحبي. اما على مستوى بايرن ميونخ ومانشستر سيتي فهي المباراه اللي من العيار الثقيل. جوارديولا راح يرجع لليانز ارينا متسلح هالمره بالزي السماوي. نادي مانشستر سيتي اللي حرفيا صب كامل اهتمامه وتخلت نوعا ما شوي عن الدوري، او ما تخلى يعني ترك شوي ارسنال يلعب فيه. لهيك هو تركيزه المنصب على دوري الابطال. هو جايب هالاند اللي عم يكسر الارقام القياسيه في بطوله دوري الابطال مشان يجيب له اخر شيء كاس دوري الابطال. فجت لي بايرن ميونخ. اما بايرن ميونخ اللي واجه كل من انتر وانتصر مرتين، واجه كل من برشلونه وانتصر مرتين على مستوى ذهاب اياب دوري المجموعات، واجه باريس سان جيرمان وانتصر مرتين، هلا حيوقف عند مانشستر سيتي. حيفوز عليه ولا ما حيفوز عليه انا وانت ما بنعرف اساسا، ما حدا بيعرف. كل شخص بيقول لك انه البايرن حيسحق مانشستر سيتي، قل له روح. اذا قال لك مانشستر سيتي حيسحق البايرن قل له روحين، لانه يا صديقي ما بيبين لسه في شهر اساسا. يعني في كتير لعيبه ممكن تركب فورمه، وممكن هالاند اساسا ينصاب، وممكن جوشوا كيميتش يجي له اي شيء، فانت ما بتعرف فكير حسب. لكن انا شايف وكما كل شايف انه هاي المباراه حتكون مثيره، ليست على كم الاهداف، حتكون مثيره بالنسبه للتفاصيل التكتيكيه لمدربين مثل ناجلزمان وغوارديولا بيعشقوا التفاصيل التكتيكيه. المباراه حتكون متخمه 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 متخمه. وعلى الطرف الاخر نادي نابولي سيستضيف ميلان في دور ربع النهائي. ميلان اللي عنده ذكريات نهائي اسطنبول يعني مؤلمه، علمتك عزيزي الميلاني، بس هي ذكريات نهائي اسطنبول. انا شو دخلني اخبي التاريخ؟ ما بقدر اخبي التاريخ. المهم نادي ميلان حيلاعب نادي نابولي، وحيحاول مثل ما شلحوا نابولي الدوري يخلي اهل الجنوب يلعبوا بالدوري طول السنه، وخلي نادي اهل الجنوب ينبسط بالدوري ويعمل له تمثال اساسا. لانه الميلان في دوري الابطال ببطوله نرجع بنعيد تحترم الارث والعراقه. ليش حتى الميلان ما تكون هي عودته؟ ليش حتى ما يكون الميلان هي فرصته للعبور اساسا بسيناريو شبيه باتلتيكو مدريد تبع سيميوني؟ لانه هذا النادي حرفيا تكتيكه انه هو لا بده يلعب ولا بده يخليك تلعب الميلان على مستوى، او ربما المدرسة الدفاعية، يقدم فن جميل جدا المدرسة الدفاعية على مستوى بطولة دوري الأبطال. فليش حتى الميلان ما يكون؟ أنا شايف شخصيا بصراحة بالرغم من قوة نابولي يا سلام، وسباليتي يا سلام، لكن في بيولي يا سلام، وفي كتير ناس، في منيايين يا سلام يا صاحبي. فليك يا سلام أتوقع أنه نادي الميلان سيقصي نادي نابولي، وهي صدمة. خليها عندك، نرجع على الفيديو. بعد ما يقصي نادي الميلان نابولي يا سلام من بطولة دوري الأبطال ويتركه يلهو ويصهو ويفرض عضلاته على مستوى بطولة الدوري. أما على الجانب الآخر فمباراة الإنتر وبنفيكا كانت مؤلمة لجمهور برشلونة.
اي والله والله مؤلمة. يعني انا اكون فريقي طالع من دوري المجموعات ونازل الدوري الاوروبي على ايد انتر ميلان، وفجأة الاقي الانتر دور 16 ضد بورتو. اوف والله كانت قريبة. رجعت تلعب ضد بنفيكا. يعني هلا انت الناس هتحاول تقنعك انه بنفيكا هو مدرسة كروية وفن متجدد في كرة القدم وسكسي فوتبول على اصولها، بس انت حتكتشف انه انتر ميلان حيفوز عليه ذهاب اياب. فهمت؟ يعني انتر ميلان حيخوفوا كثير لبنفيكا. ليش؟ لانه سيميوني انزاجي ما سيء، سيميوني انزاجي ما بهالسوء، والانتر اساسا ما بهالسوء. قد ما كان بنفيكا منيح ما حيكون مثل الانتر. لا يضحكوا عليك ويقنعوك انه ممكن تحصل مفاجاه، ممكن تحصل مفاجاه. اساسا جماليه كره القدم من المفاجات اللي حتصير فيها. جماليه دوري الابطال مو بموسيقته يا صاحبي ولا باصوات الجماهير، جماليته بانه هو غير متوقع. لكن انا حاحكي لك اياها رسميا، بهذا الدور 8 حيتاهل الميلان وانتر وحيلعبوا نصف نهائي مدينه ميلانو، ولاول مره منذ زمن ومنذ منذ ان كانت السيده العجوز شابه وصل طرف ايطالي للنهائي. وما حيكون نابولي. يا سلام، الانتر سينتصر على بنفيكا وميلان سيقصي نابولي. اما مانشستر سيتي وبايرن ميونخ فانا قلبي وليس عقلي متجه باتجاه نادي بايرن ميونخ، لانه ناجلزمان مميز جدا. اما على مستوى تشيلسي وريال مدريد فانا اتوقع تشيلسي. ما هيك حاسس تشيلسي اخي، تشيلسي. لننتقل الى بطولة الدوري الاوروبي اللي يتواجد فيها كل من مانشستر يونايتد، السيدة العجوز، روما مع مورينيو، وبايرن ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو، سبورتنج لشبونة اللي اقصى ارسنال امبارح اساسا بركلات الترجيح، ونادي بلجيكي صعب اسمه عارف دور عليه. لهيك انت اكيد وصلت لهون حابب تعرف مين فتح الاندلس. فتح الاندلس هو يا صاحبي اللي انتصر على نادي برشلونه، والذي انتصر على نادي ريال بيتيس، والذي سينتصر على نادي اشبيليا، بالرغم من انه اشبيليا عنده عقد دائم مع الدوري الاوروبي. لكن مانشستر يونايتد راح ينهي ديمومه هذا العقد ويقدم عقد احتكاره للبطوله الاوروبيه، وان شاء الله في الموسم القادم حنوصل لنهايه الشامبيونز ليج. انا بعرف انك انت مصدوم من كم المعلومات الخرافيه في هذا الفيديو، لكن يا اخي شو بدك تعمل، هذا هو حال وواقع وعشاق نادي مانشستر يونايتد. انا شايف انه مانشستر يونايتد سينتصر على اشبيليا ذهابا وايابا، لانه عندي تنهاج. لا تكتب لي 7-0، شايفك اللي عم تكتب 7-0، طب اديك دوري ليفربول مش اشبيليا. اما على مستوى السيده العجوز اللي حيواجه سبورتنج لشبونه، فيعني احقر مباراه ممكن تكون باتجاه سبورتنج لشبونه هي مباراه نادي يوفنتوس، لانه يوفنتوس ما له ارسنال انت تقدر تربح عليه وتسجل 3 جوال. نادي يوفنتوس ما حيخليك تلعب فوتبول، ما حتشوف الطابه انت. نادي يوفنتوس حيقعد وتخلص ذهاب اياب 1-0. انا عم حاكيك، ونحن حنلاعب اليوفي ونطق اليوفي. ليش؟ لانه مانشستر يونايتد يبحث عن كل كبير موجود في بطوله الدوري الاوروبي سوف يطقطقه. اما على مستوى الكفه الثانيه فروما مورينيو راح يستضيف فاينورد وراح يتاهل. روما مورينيو راح يتاهل، راح يصنع انجاز تاريخي لمستوى ملعب الاولمبيكو ولعشاق نادي روما، وحتشوف التطبيل والتزمير لابعد ما تتخيل انت. وما احلاها لعشاق مانشستر يونايتد اذا بنتاهل وبنلعب مورينيو بالنهائي. متخيل شو حطلع فرق مؤتمر الارث الكروي. تخيل شو حخليه. انا بحبه شخصيا، بحبه كثير لمورينيو تمام، بس في حساب بدنا نصفي. اذا انت واعي وقادر ومتمكن من ادارتك لفريق روما تعال لي على النهائي، لانه مانشستر يونايتد سيكفكف نادي روما تحت قياده مورينيو. وفي ليفركوزن حيلاعب قلت لك هذا الفريق البلجيكي، والله نسيان اسمه نسيانه. بس مالك انت باسمه اساسا. ليفركوزن حيفوز تحت قياده تشابي الونسو، وحنشوف نصف نهائي بين روما وبايرن ليفركوزن بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس، وهيك حتخبص الدنيا. مين حيفوز دوري الابطال؟ انا ما بعرف مين حيفوز الدوري الاوروبي. مانشستر بعرف. اما انت بدي منك تترك لي تحتك رايك بالكومنتات، تحكي لي انت شلون شفت القرعه وشلون كنت بتتمناها، لاني انا شخصيا بصراحه كنت بتمنى القرعه تكون غير هيك، لكن قدر الله ما شاء فعل. جاءت نسخه جميله جدا بينكتب عن نحكيها. شوف بشكل عام دوري ابطال اوروبا هو اللي ممكن يغذي لك محتواك اساسا. اذا انت كنت بتتابع اليوتيوب كثير رح تكتشف ان دوري ابطال اوروبا اي شيء ممكن يحكى عن دوري ابطال اوروبا، لانه دوري ابطال اوروبا هو من اجمل الاشياء في كره القدم، سواء كان على مستوى الموسيقى، سواء كان على مستوى المشاعر، سواء كان على مستوى الجنود، سواء كان على مستوى المعلقين، سواء كان على مستوى الفرق الحاضره فيه. الكرة في أوروبا يا صديقي بالرغم من جمالية البريمير ليج إلا أن دوري الأبطال يبقى شيء مختلف. بتمنى أنت تحت تترك لي رأيك بالكومنتات، تترك لي لايك وشير وسبسكرايب، وشوفك بحلقات جديدة كثيرة جاية. سلام.